السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. احنا النهاردة هنتكلم عن قضية هزت الرأي العام، قضية مقتل طبيب الساحل على يد أحد أصدقائه دكتور أسامة صبور اللي راح ضحية وغدر الأصدقاء. احنا النهاردة هنقرأ لكم اعترافات المتهم الأول ومخطط للجريمة الدكتور أحمد شحتة. أحمد شحتة لما اتسأل في النيابة العامة مين اللي قتل أسامة صبور، قال وكيل النيابة إنه هو اللي قتله. وكيل النيابة لما سأله قتلته ازاي، أحمد شحتة قال إنه المتهمة التالتة إيمان اتصلت بناء على طلبه برئيس قسم العظام الدكتور رائد، وقالت له إن والدتها تعبانة وعايزين كشف منزلي علشان هي مش هتقدر تيجي المستشفى. فدكتور رائد قال للدكتور أسامة يروح بداله. وكيل النيابة سأل أحمد شحتة اشمعنى الدكتور رئيس قسم العظام اختار دكتور أسامة. رد عليه أحمد شحتة قال له أنا معرفش. وكيل النيابة سأل أحمد شحتة قتلت الدكتور أسامة ازاي؟ رد أحمد شحتة وقال ان المتهم التاني اللي هو الممرض احمد فرج جاب الدكتور اسامة من مستشفى معهد ناصر على العيادة بتاعة احمد شحتة في ابو وافية. وقال احمد شحتة انه كان منتظرهم في عيادته، وانه كان لابس في راسه فلنة داخلية فيها فتحتين من عند العين علشان اسامة ما يعرفوش. وقال كمان انه كان محضر سرنجة فيها مخدر. ولما سأل وكيل النيابة اديته قد ايه جرعة المخدر اللي اديتها له، قال اديته من 5 ل10 سنتي. وكيل النيابة قال له انت حقنته فين؟ احمد شحتة قال له انا حقنته في رقبته. واحمد شحتة قال انه كان محضر علبة عصير وحاطط فيها اقراص مخدرة. وقال لما كنا بنحس ان اسامة بدأ يفوق كنا بنشربه العصير اللي فيه مخدر. وبعد كده بالليل نقلناه من عيادة ابو وافية لعيادة الساحل على كرسي بعجل علشان ان خوفنا لأسامة يفوق ويزعق ويعمل لنا مشكلة، وهناك الرجل طالعة نازلة. وحاولنا نفوقه شوية لكن هو ما فاش. وبعد كده انا سبت اسامة مع الممرض احمد فرج ورحت على مستشفى معهد ناصر عشان كان عندي شغل هناك وعملية. ورجعت لهم بالليل على الساعة 11 وبس. كنت على تواصل مع الممرض احمد فرج بالتليفون، قال لي انه هو بيشفوق شوية وبيغمى عليه شوية. ولما رجعت الساعة 11 بالليل لقيت نبض أسامة ضعيف، وعشان كده حاولت أنقذه واديته حقنتين أدريانيل لتنشيط عضلة القلب والدورة الدموية، ولكن توفاه الله. وبعد كده دفناه في الحفرة اللي موجودة في العيادة. وكيل النيابة سأله ليه قتلته؟ رد أحمد شحتة وقال له كان أسامة كان دايما بيكون معاه دولارات كتير، ومرة شفت معاه 5000 دولار. وكيل النيابة قال له طب انت بتقتله علشان الفلوس ديت؟ طب بدل ما كنت تقتله ما كنت تطلب منه ان انت تستلف فلوس بدل ما تقتله. رد احمد شحتة عليه وقال له طلبت وأسامة رفض بحجة انه بيجمع فلوس علشان يشتري عربية قبل ما العربيات تغلى. وكيل النيابة طب انتوا لقيتوا معاه فلوس قد ايه؟ احمد شحتة قال احنا لقينا معاه 250 جنيه والموبايل بس. يعني انت قتلت وضيعت حياة بني ادم عشان 250 الف جنيه؟ يا سبحان الله، ربنا ده كريم جدا. بوظلك كل مخططاتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني انت كنت عايز تقتله عشان الفلوس، اهو في الوقت اللي انت خطفته فيه ما كانش معاه فلوس. لا انا لو من القاضي احكم عليك مش بالاعدام شنقا، ده انا احكم عليك بالاعدام رميا بالرصاص. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.